هي السهرة تحلى غير بحاجة حلوة نتجمع كلنا حواليها ونتدفى كمان بيها، وأحلى حاجة إن مكوناتها سهلة وموجودة في كل بيت. الوصفة دي بترجعني لأيام زمان، أيام ما ماما ما كانت بتعملها لنا في سهرة الخميس ونتجمع كلنا حواليها. يلا بينا نصلي على الرسول ونروح نشوف وصفتنا على طول. في حلة وهنحط مكعبين من الزبدة أو السمنة، وننزل بشوية من الشعرية نحمرهم لحد لما نوصل للون الجلدي الجميل دوت. وبعد كده ننزل عليها بمية مغلية ونظبط ميتنا ونسيبها تستوي، نغطي 3/4 سوا كده ونرفع الغطا، هو ده السوا المظبوط. هننزل عليها باللبن الحليب بتاعنا، وننزل بقى بالسكر، والسكر ده حسب الرغبة، ومعلقتين من لبن البودر، معلقة من الكريم شانتيه، ورشة من الفانيلا. يا سلام، هتاكلي أحلى شوية شعرية بلبن، بجد طعمهم تحفة جدا وسهلين وحاجة كده سريعة، حاجة فوق الوصفة هتدفينا. وده أهم حاجة، نقلبها ونسيبها تغلي، وكده نصبها في الأطباق بتاعتنا، وكده تبقى جهزت عندنا. عايزة تزوقيهم بشوية جوز الهند، بشوية زبيب، بشوية سوداني، براحتك خالص. وتجمعي بقى انتي وأسرتك وقضوا سهرة سعيدة. وأقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واسيبكم في رعاية الله.